1919 مات 21 مليون واحد في العالم في الوقت ده. كلمة وباء برضه عشان هنذكرها في او الجائحة اللي بيقولوا عليها دي هتيجي معانا في الكلام، هي عبارة عن الفيروس غير من تركيبته فجأة. الجسم مثلا لما بيشوف تركيبة معينة بيعمل ليها مناعة، وبناء على المناعة دي بيبتدي يتعامل مع الانفلونزا فبيبتدي يقاوم وهكذا. فجأة الفيروس تركيبته هنشرحها بيروح عامل تركيبة جديدة. ده الوقت اللي هينتشر فيه وباء او يعمل مشكلة. وكان أقصاها فعلا 1918 1919، وبدأ بقى بعدها التوصيف بقى بتاع الانفلونزا وتفاصيلها، يمكن تأميها ما كانوش عارفين تفاصيل قوي. كان في ايطاليا بدايه التعريف بتاعها، وكان بدايه تعريف انفلونزا الطيور بالذات، لان انفلونزا الطيور لما هنخش فيها في الكلام هي من الحياه القاسيه شويه، وهي في الطيور صعبه، ولو دخلت على البشر بتعمل مشاكل. وده كانت المشكله اللي عندنا من سنتين ثلاثه، اللي هي القصه اللي كان حصل بدايه انفلونزا الطيور، وكان في قلق جامد على مستوى العالم. سنة 1997 ولحد 2003 بدأ الأمور في آسيا هي تملي المنطقة اللي بتبتدي تملي شرق آسيا. وشرق آسيا مشكلتها الرئيسية إن هي عندها مشكلة في تملي الطيور والحاجات دي هناك أكتر، وتملي برضه الهياجين يمكن مش عالي قوي في بعض الأماكن زي فيتنام وزي الأماكن اللي هي البسيطة، فدي بتعمل مشكلة شوية. انفلونزا الطيور هي النوع بتاعها ايه، واحنا هنفرق ايه وبي وسي في انواع الانفلونزا، واللي هي H5N1. كلمة H5N1 والحاجات دي بتبقى الكلام فيها على لا خلاص انا كنت بشوف البوينت بس. التركيبة نفسها بتاعت الفيروس في حاجتين هنشرحهم بالتفصيل دلوقتي. الحاجات دي بتدينا تقسيمة اسم الفيروس. فال H5N1 ده كان الطيور، والطيور هو الأسوأ وهو الأصعب على الطيور وعلى البني آدمين. احنا قلنا 1918 19 كان الموضوع صعب جدا، بعد كده بدات الامور تزيد وتتطور 90 لحد 2090 لحد 2003 2007 بدا يبقى في امريكا واسبانيا. 2009 كان في المكسيك، وكانت المكسيك دي البدايه اللي بدات توصل لنا احنا ونسمع عن القصه في 2009 2010 من 3 4 سنين لو تفتكروا، اللي هي البدايه. وكان تملي الناس ليهم سؤال في الحته دي عشان برضو الحته التاريخيه دي مهمه. لما بيجي نقول التطعيم يقول لك اصل الفيروس مختلف واصل هناك مش زي هنا ومش مفيش حاجه. هو لما نشوف التاريخ اهو ده في اماكن بره خالص، في لحظه من لحظات العالم كله مع الكوميونيكيشن اللي موجود وصل لكل اماكن في المناطق الثانيه من الدول يعني. هنا معلش بالانجلش بس، هنا ده بقى اللي مهم قوي. دي التقسيمه بتاعه البانديميك اللي هي الجائحه او اللي هي الفترات اللي حصل فيها وبائيات جامده. 1889 H2N ما كانش بتحدد ال NA ساعتها، ال H3N ال H وال N هي تركيبه الفيروس حسب التحليل بتاعه. اوكي؟ هتلاقوا من 1918 بقى ظهور H1N1 حاجه قديمه جدا، ودي اللي كانت عامله العدد الكبير بتاعت الخنازير. H2N2 H3N2 وهكذا لحد يمكن 77 كان اقصى حاجه، ومن الثمانينات لحد الالفينات هدوء نسبي. والفيروس بيهدى ما بيبقاش مش موجود بس شغال داخل كائنات اخرى يعني. التعريف نفسه الانفلونزا مرض فيروسي يصيب الجهاز التنفسي، واحنا عندنا فيروسات الجهاز التنفسي كتيره الحقيقه. لكن الانفلونزا يمكن من الحاجات القاسيه شويه بس مش سيئه اذا احسن التعامل معها. هو مرض طبعا بعدي منتشر جدا ماشي. كل الناس هتخف في اسبوع اسبوعين مع مراعاه ان هو ما يخشش في مضاعفات، لان لو دخل في مضاعفات ممكن الامور تبقى خطيره. برضه هنقول مين اللي ممكن يخش في مضاعفات، لان مش كل الناس هيحصل معاها مشكله في المضاعفات. الناس كلها بتجيلها انفلونزا عاديه ما فيهاش مشكله يعني. ماشي. الانفلونزا الطيور احنا قلنا ان هي من النوع ايه، وهي زي الانفلونزا البشريه. بيغير تركيبته من فتره لفتره وكده. الان ده اللي هو النيورومينديز هنجيب تركيبه الفيروس بعد كده، والاتش اللي هو الهيموجلوتينين. الاولاني ده من 1 ل 9، الثاني من 1 ل 15. الرقم ده هو الجنريشن بتاعت الفيروس. بيبتدي تعملوا تباديل وتوافيق كده تطلعوا منها مثلا 50 نوع. في انواع منها ضعيفه وفي انواع من فتملي هتلاقوا مثلا ايه ال H5 وال H7 هم اقوى حاجه اللي هم بيعملوا مشاكل. يعني ال H5 وال H7 دي اللي بتبقى قابله للتحور والتحول. فطبعا لو في منطقه او بلد بدا يظهر H5 H7 في التركيبه ابتدي اقلق شويه. لكن انفلونزا الطيور طول عمرها كانت في الطيور. الاربع سنين اللي فاتوا لما حصل التطور ده هي بقى المشكله والرعب بقى الميرج، ان هي تخش مع تركيبه الفيروس الانفلونزا بتاع البني ادمين. احنا في عندنا 3 طيور وخنازير وبشريه. الثلاثه تركيب اتش ان اتش ان بس كل واحد ماشي في سكه. اذا حصل تحور او اندماج هي دي بقى الرعب.
او الفيروس نفسه اصبح تركيبته جديده، الجسم ما شافهاش قبل كده، او الطائر ما شافهاش قبل كده، هيبتدي يعمل مشكله. انفلونزا الخنازير يعني هي برضو كانت مرتبطه بالخنازير بس، والفتره الطويله ما كانتش بتعمل مشاكل الا مع الخنازير، لكن للاسف الشديد برضو الاتش 1 ان 1 بعد الطيور بسنه او سنتين بدات تظهر، وبدات تخش مع التحور بتاعها انها تبقى مع البني ادمين والبيكس نفسها. تمام؟ فهنتلاقي هنا لو هو مع الطيور مع البني ادمين طلعت حاجه جديده خالص، هي دي بقى اللي بتبتدي تعمل المشكله. لو هي طيور بس خنازير بس مش هتعمل مشاكل، الاندماج يعمل مشكله، التحور الداخلي بتاعها يعمل مشكله. وهنرجع تاني هنا، انفلونزا الخنازير معدلاتها في 5 في الألف دي وفيات قليله، ده على فكره في الخنازير مش في البني ادمين. ماشي؟ والاتش 1 ان 1 اللي هي الخنازير فيروس من نوع ايه؟ معظم الفيروسات اللي عامله مشكله في الكلاسز الاساسيه بتاعت الانفلونزا الاي، لان الانفلونزا فيه اي بي سي، حتى في البني ادمين الاي 8 هو اللي بيعمل مشكله. الاي ده الكلاس العام بتاعه يندرج تحت الاتش 1 ان 1 او الاتش 5 ان 1 على حسب التركيبه الداخليه للفيروس. اوكي؟ المشكله بقى عشان تعرفوا اللي حصل السنه دي، ان هو الاتش 1 ان 1 كان موجود من 4 سنين. السنه دي اتش 1 ان 1 بس نوع جديد. يعني نوع جديد حصل تغيير في الفيروس نفسه، عشان كده هم حتى بيسموه خنازير متطوره او حديثه، يعني مش نفس القديمه قوي. وده برضه نفس تركيب الفيروس. ده احنا هنتكلم بقى في اللي هي النوع البشري. النوع البشري احنا عندنا قلنا الثلاثه الاي والبي والسي، الف ب ج ماشي، والاكثر اللي هو الاي. انفلونزا الطيور لما بتتحور وتخش مع الانفلونزا البشريه اتش 1 اتش 5 ان 1 ده هتبتدي تعمل لنا ايه المشكله. لكن الانسان عنده مناعه لو جزئيه 40. طيب احنا بنتكلم في الانفلونزا العاديه دلوقتي، لان هنفرق بينها وبين انفلونزا الخنازير او الطيور لان ليها شكل مختلف. طبعا في الام في المفاصل، في تعب، في صعوبه في البلع، في كحه، في افرازات، في تكسير في العظم، الحاجات دي كلها يعني ايه كلنا عارفينها ما فيهاش مشكله. ده اللي بقى مهم جدا، يعني انا دلوقتي عندي انفلونزا عاديه ولا انفلونزا خنازير؟ البدايات هنبتدي مثلا من الحراره. في انفلونزا العاديه نادر، ممكن واحد يبقى عنده رشح عطس كحه كثير بس سخنه يا وداخل. الخنازير لا، ده لازم هيبقى سخن جدا و40 وما بتنزلش، و40 وما بتنزلش. يليها السعال، اللي هنا في بلغم، هنا حد جاف، التكسير هنا خفيف، هنا جامد. هنا الاعراض الاساسيه بتتلاشى في اسبوع، هنا ممكن تتصوت شويه. انسداد الانف نفسه هنا مش شرط، هنا اساسي. برضه على فكره عشان برضه ما حدش يتلخبط لان هو مش جدول، الموضوع مش كده قوي يعني، الموضوع نسبي. بمعنى ان الانفلونزا العاديه هتلاقي الاعراض اللي بتجيلي كل مره هي. الثانيه هتلاقي الاعراض حراره عاليه جدا بس متطوره معاها تكسير اكتر وما بتروحش بسرعه. وهايلي كونتيجيوس يعني بتعدي بسرعه، البيت كله بيتعدى بسرعه. يعني النهارده بابا ماما على طول. او تحس ان في هيستر مثلا ايه، حد جالنا زياره وبدا يظهر الاعراض والبيت كله حاجه. في الانفلونزا العاديه بيحصل كده، بس الثانيه اصعب، تبقى اسرع واقوى. ماشي؟ المفاجاه بتاعتها ان هي الاعراض بطيئه ايام، هنا 3 6 ساعات تبقى العمليه كبيره جدا، تطور جامد. ماشي؟ الصداع بسيط في العاديه، قوي جدا مع الخنازير. الالتهاب الحاد اساسي في العاديه مش شرط مع الخنازير. ماشي؟ الام الصدر هنا خفيف هنا شديد. يعني هو بمعنى اخر ان هنلاقي الناحيه هنا بتاعت الخنازير الموضوع صعب شويه، في كحه، في سخونيه، في الانف مش شرط مسدوده، الصداع جامد، التكسير جامد، العينين متغيره، العيله كلها تعبانه، في اكتر من فرد تعبان. هنا نقطه مهمه جدا بقى، معلش هي بالانجلش بس ايه هشرحها لكم بسرعه. الورنينج ساينز دي اللي مهمه في اي مرض. تمام؟ يقول لك ايه طب ايه علامات الخطر؟ يعني لما اشوف ايه اجري بقى واحس ان انا لازم اسال بقى واعمل مشكله سريعه. اول حاجه بالنسبه للكبار مش الاطفال، ديفيكالت بريسنج شورت بريسنج، يعني انا عندي نفسي مضايقني والنفس قصير وسريع، ده ابتدى اقلق شويه. ماشي؟ بقى في شيست بين، يعني عندي الم في صدري ووجع في الصدر وبطني وجعاني. لان خلي بالكم في بعض الاحيان من الاعراض الغريبه جدا ان الانفلونزا مع اللي هي فيه ده بتجيب نزله معويه او يبقى معاها اعراض ترجيع واسهال، فدي بتلخبط شويه بس هي بتبقى جزء منها. ماشي؟ صدن ديزنس يعني ايه؟ فجاه دخت او فجاه مش مركز او فجاه حاسس بدوار، بيجي لي كتير مع التعب يعني. كونفيوجن يعني مش مركز. ماشي؟ سيفير بريزيستنت فومتنج، ترجيع بقى مستمر ما بيوقفش. بريزيستنت فومتنج، فلو لايك سيمبتومز امبروفد زين ريتيرن، دي من الحاجات اللي بنسميها احنا باسيمتوماتيك اللي هي مشخصه. المشخصه يعني ايه؟ يعني الحاجه دي لو ظهرت تاكدي ان انت ماشيه في سكه بتاعت الموضوع، اللي هو واحد اتحسن وراح حصل دروب.
انفلونزا وراح دروبد بسرعه في خلال يومين او يوم رجع تاني اسوء من الاول، بالذات لو رجعت الاعراض قاسيه. زي مثلا حاجه سوري بره الموضوع يعني التوحد مثلا، الحاجه اللي تشخصه ايه على طول من اول كلمه، ان الطفل يكون يتكلم كلمتين ثلاثه وبعدين فقدهم. دي الدايجنوستيك، يقول لك ده هو كان بيقول بابا وماما ما عادش بيقول، فدي تشخيصيه جدا. هنا رجوع الاعراض برضه، رجوع الاعراض هنا بالنسبه للانفلونزا بقوه تقلق برضه. الأضل. بالنسبه للاطفال بقى ودي اللي مهمه، نفس الكلام، عندنا سرعه في النفس، مش قادر يتنفس. الاطفال لما تلاحظوا لما بيسخنوا اطرافهم بتزرق قوي، جسمهم بيبقى مقطع كده، بيسموها هاني كامب كده زي عش النحل كده، ابيض فازرق كده، ده العادي مع الحراره. هنا هيبقى زياده شويه اللي هو الزرق ده، ماشي. مش قادر يشرب سوائل كتيره، واكله وشربه متاثر، ماشي. احنا هنا ما بنقولش اعراض، احنا هنا بنقول العلامات اللي بدات يبقى فيه خطوره، يعني لازم اشوف حل اسرع من اللي انا فيه، ماشي. نوت ووكينج اب، نوت انتر اكتنج، بدا يفقد الاهتمام، بدا يبقى تعبان، نايم على نفسه، مش عارف يشرب، حرارته بتعلى، مش كويس. irritable and does not want to help، بدا يبقى مش عايز يتشال، بدا يبقى مزرجن، بيصوت كتير، بيعيط كتير. طبعا اعراض الانفلونزا شغاله، وبرضه راحت راجعه تاني بعد ما كان هيتحسن. الرجوع ده والرجوع التاني او الانتكاسه علامه من علامات الخطر، ماشي. دي من الحاجات المهمه جدا. طيب طرق العدوى طبعا معروفه، ولكن برضه هو الهيجين نفسه الشخصي مهم، والاهم عندنا في الاطفال اللي بيبقى عنده طفل تعبان بالذات في النيرسري والدي كير والحاجات دي، يستحسن طبعا يبقى ايزوليتد يعني على قد ما يقدر يومين ثلاثه، بس للاسف الظروف الاجتماعيه ساعات بتحتم على الامهات عشان الشغل ان هم ينزلوا اولادهم، ودي بقى مشكله كبيره، انه ده هيروح يعدي كلاس كامل هيشيل يعني. ومعظم الامراض المعديه اللي عيبها كده، يعني بمعنى ايه؟ لو تلاحظوا مثلا لما تيجي الغده اما كانوا بيحكوا عليها، طبعا ما عادش في بتاع عشان التطعيم وكده. السنه اللي قبل اللي فاتت كان في اللي هو الهاند فوت ماوس ديزيز ده، وكان الهاند فوت ده كان منتشر في حضارات كتيره في البورفؤاد هنا، ومحدش كان عايز يعني يقتنع بالموضوع لحد ما يعني صعدت الموضوع شويه واتحل في الاخر. كان حالاته كانت عباره عن ايه؟ ليه التهاب في البق والتهاب في الايدين والرجلين، طفح جلد كده، وكان في اقل من 5 سنين. اوكي؟ ده كان فظيع، يعني لو ظهر في فصل الفصل كله بيجيله. وثبت لهم الكلام ده، قلت لهم اسامي الحضارات ده انا يعني بشغل شخصي مش بشغل علمي، يعني مستشفى او مكان، لا ده اللي كان بيجي لي. هي ده مثال مثلا اهو، ال 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 البدايه، وبعد كده اهو نقل لبني ادم، بني ادم نقل لكتير، الكتير نقلوا لكتير، الموضوع انتشر. طبعا اكل اللحوم، سواء اللي بياكل لحم خنزير او اللي هياكل حاجه ثانيه او الطيور او الكلام ده، عمليه التسويه نفسها ما بتاثرش حتى لو الطائر كان عنده. الانفلونزا بص يعني هو المناعه في الجسم شغاله بسيستم كويس جدا، يعني هو طالما في ذاكره مناعيه سواء التطعيم سواء المرض، الجسم خد المرض خلاص غالبا هيعرف يتعامل معاه، والانفلونزا العاديه الجسم يعرف يتعامل معاها. هي المشكله بقى لما يكون حاجه جديده عليه وقويه، او الجسم نفسه ده كان ضعيف او عنده مشكله سواء صحيه او سنيه، لان احنا عندنا في مرحلتين خطر جدا، اقل من سنتين وفوق 65 سنه، دول شويه بنحترمهم قوي، والحوامل، عشان الحوامل برضه في مرحله بتبقى حساسه شويه. اوكي؟ طبعا الوقايه احنا النظافه اللي هي الحاجات اللي قلناها في طرق العدوى هنتجنبها، بس علشان ايه الامور تبقى افضل. الحاجات الهيجين، الحاجات الشخصيه، ادواته، مناديله، اللبس بتاعه، المناشف، الحاجات الطبق، الاكل، الحاجات، اي حاجه فيها سوائل او استعمال الباراسيتامول لتخفيف الحراره ده مهم، عشان بس ايه في حته عندنا فنيه شويه في الاطفال بننبه عليها جدا جدا جدا. اي طفل اقل من 16 سنه ممنوع منعا باتا يتناول اسبرين او مشتقاته كعلاج للحراره. اسبرين ده اللي هو اسبوسيد اطفال، اسبرين، اسيتال ساليسيليك اسيد، في السوق 3 لبوسات نفس النوع، فيجاسكين لبوس اطفال او دونوران لبوس اطفال، في اسم ثالث مش فاكره. ده اللي هو اسيتال ساليسيليك اسيد اللي هو الاسبرين. الاسبرين اذا تواجد مع اي فيروس بيعمل عمليه ربنا يعافينا تدمير للكبد وممكن الموت في حالات معينه، وده وارد علميا وفي تنبيه مشدد عليه. المشكله اللي بتحصل معانا كلها كغلطه ان احنا بنلاقي اسبوسيد اطفال، واسبوسيد اطفال طعمه فراوله، فهو اطفال ومكتوب عليه اسبوسيد اطفال والنص حلو وجميل، والاطفال